والنهاردة بقى الأكلة بتاعتنا بتفكرنا بدفى الشتا كده والليالي الحلوة والسهرات الجميلة في الشتا. تعالوا نعمل دلوقتي العدس بالشعرية، جميل جدا، بيتاكل سخن كده، يدفي في ليالي الشتا الطويلة اللي احنا فيها دي. ويلا نشوف هنعمل ايه. حطينا مية على النار تغلي، وطبعا كمية المية على حسب كمية العدس. انا عملت كوباية من العدس فحطيت 2 لتر مية يغلوا على النار. اول ما غلوا نزلت فيهم بكوبايه عدس ببصلايه متوسطه، ومعايا بطاطسايه صغيره او وسط على حسب يعني. معايا 3 طماطميات وحجمهم وسط برضو مش كبار قوي. طبعا لو عندك جزر ممكن تحطي برضو عادي. معانا هنا 4 فصوص من الثوم، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الكزبره، وطبعا بتظبطي الملح على حسب ما انت عايزه. بتقفلي عليه كده وبتسيبيه لحد ما يستوي تماما، والمية اللي عليه تقل ويغلي كويس جدا. اول ما تلاقي البطاطس اللي انت حطاها دي استوت، تعرفي ان العدس كمان استوى. وطبعا على حسب نوع العدس برضو. سيبناها لما بردت وضربناها في الخلاط، ممكن تضربها بالهاند بلندر مفيش اي مشكلة، بس انا ما عنديش، عشان كده سبت العدس ده لما برد تماما وضربته بالهاند بلندر. وتعال نشوف الخطوة اللي بعد كده. خدنا شعرية دي نص كوباية، بدأنا نحمرها كده. طبعا الشعرية بتزيد عاملة زي الرز والمكرونة كده، عشان كده حجمها هيكتر يعني. فاللي كان معايا دي كانت نص كوباية. طبعا لو انت عايزة تزودي مفيش اي مشكلة، لكن دي كانت مناسبة جدا لكوباية نص كوباية الشعرية كانت مناسبة جدا لكوباية العدس. زي ما انتوا شايفين كده ببدأ احمرها وباخد بالي منها جدا، لانها بتتحمر بسرعة وبكل سهولة. بتلاقيها خدت لسعة، فانت خدي بالك منها كويس جدا وما تسيبهاش ولا ثانية. حطيت زي ما انتوا شايفين كده فنجان بتاع القهوة ده من المية، وانا حابة احط لها الفنجان ده واسيبها تغلي. طبعا في ناس بتحطها مباشر بعد ما بتحمرها في العدس، بس انا شايفة ان ده افضل حل، ما بياخدش وقت خالص على النار لما بتعملي الحركة دي. كده حطينا بقى الشعرية على العدس وادينا له تقليبة، وهنغطي ونهدي عليه لمجرد 3 دقايق بالظبط، او لحد ما تلاقي الشعرية استوت تماما. وانا طبعا في ناس بتحب تحط الطشة دي قبل ما تضرب العدس في الخلاط او الهاند بلندر، لكن انا بحب احطها في الاخر خالص. زي ما انتوا عارفين كنت حاطة معاها المكونات ذات نفسها توم، بس انا بحب اعمل الطشة دي بصراحة، بتخلي ريحته في حتة تانية خالص، وده سر الطعم الجميل بتاع العدس بتاعي، واللي كل اللي بياكله من تحت ايدي بيسألني انا عاملاه ازاي. وكده بعد 3 4 دقايق بعد 3 دقايق بالظبط بعد ما العدس استوى، هنبتدي نغرفه بقى وهو سخن كده مع ليمونة وقطعة مخلل. ويا سلام بقى لو في عيش. لا يا جماعة، كده الطعم في حتة تانية خالص. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش الشير واللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة، لان زي ما انتوا شايفين لسه قناتي صغيرة ومحتاجة يكون جنبي صحبة ولمة، ويكون جنبي عيلة حلوة.